السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم شيماء نادي، اخصائيه التربيه الخاصه. آه، اللي متابعني منكم على الانستجرام عارفين المحتوى بتاعنا، فقررت ان احنا نعمل كده على اليوتيوب منصه بتدعم الفيديوهات الطويله. المنصات التانية مفروض يعني ان الفيديو ما يتعداش الدقيقه، فتحس كده ان في حد بيجري وراك وانت بتتكلم، والمعلومة بتكون ناقصة أو حتى لو كاملة مفيش شرح وأمثلة كده واستفاضة يعني. وحسيت فعلا إن في مرات أولياء أمور منكم بياخدوا المعلومة ويطبقوها غلط، لأن هي فعلا ما وصلت لهمش كاملة. فخلينا هنا أحسن على اليوتيوب نتكلم براحتنا ونشرح وندي أمثلة وما فيش حد يقاطعنا زي ما بيقول، وهناخد منها كده ايه مقتطفات ونحطها لكم على المنصات التانية. وأول موضوع هتكلم فيه او اول فيديو هنا على اليوتيوب، هقول لكم حاجه كده تريح لكم ضميركم كاولياء امور. انت كولي امر مش مطلوب منك ان انت تقرا كتب ومراجع علشان تعرف تتعامل مع ابنك. انت كولي امر المفروض تعرف البيزك وتتعامل بالفطره مع ابنك، لكن لما يكون في مشكله دلوقتي الدنيا بقت سهله، تقدر تستشير مختص وتطبق كلامه بكل بساطة. هحكي لكم قصة هتفهمكم أنا قصدي إيه أكتر. كنت وأنا بدرس قريت معلومة، والمعلومة دي كان معمول عليها هايلايت في كتب كتير جدا، إن الطفل الكفيف من الفئات الحساسة واللي محتاجة دعم نفسي. فأنا كنت بقول ليه اشمعنى الطفل الكفيف؟ في كيسز تانية لا صعبة وظروفهم أصعب، اشمعنى؟ وما أخدتش الكلمة بصراحة، يعني ما اقتنعتش بيها بسهولة، لحد ما رحنا تدريب في مدرسة فيها صفين من صفوف المكفوفين. كنا بنعلم الولاد دول القراية والكتابة بطريقة برايل. فقعدت مع ولد بعد ما خلصنا وجه وقت البريك، الولد فضل قاعد، فبقول له يلا وقت البريك جه. قال لي ما انا عارف. قلت له طيب مش هتطلع؟ راح قال لي رد عليا بنفس الطريقة دي، هطلع اعمل ايه يعني؟ وقتها دماغي لا ارادي رجعت للمعلومة اللي انا مكنتش مقتنعة بيها، وان فعلا الولاد دول ممكن يكونوا بيقابلوا يعني احباطات كتير. طبعا انا اتعاملت مع الولد وخلاص والموقف عدى، ومش كل الولاد كده، ولكن الشاهد من القصة دي ان المعلومات اللي جات لنا في الكتب دي ما جاتش بسهولة، ان في بتبقى ابحاث اتعملت واتطبقت على ناس كتير جدا علشان يدونا المعلومة دي. كذلك المختص هو درس وقرا كتب وخد خبرة واشتغل في أماكن وأخد خبرة، اتعامل مع أطفال كتير، قابل أولياء أمور كتير، وكل ده لما بيديك المعلومة بيجمع لك كل ده كده على طبق من ذهب زي ما بيقولوا. فأرجع وأقول تاني، أنت كولي أمر مش مطلوب منك إنك تقرأ كتب ومراجع ولا تقرأ 20 كتاب عشان تعرف تتعامل مع ابنك، ولكن اسأل حد يكون مختص. علشان كده احنا عملنا برنامج من 4 محاور. البرنامج ده موجه للأطفال اللي عندهم تشتت، واللي بقت شكوى عامة جدا من كل الأطفال ومن كل أولياء الأمور. ابني مشتت، مش بيركز، مش بيرد عليا، بيرد عليا بعد 5 مرة، لما بقول له حاجة ما بيفهمنيش، ولو فهمني ما بيطبقهاش صح. اقول له خد الحاجة دي وروح غرفتك، يروح داخل المطبخ. عامل مشاكل في المدرسة وعامل مشاكل في البيت، ما بيعرفش يعتمد على نفسه، فاهم وكل حاجة بس ما بيعرفش حتى يعتمد على نفسه في الحاجات البسيطة، ان هو يلبس نفسه يأكل نفسه، وغيرها كتير من الحاجات اللي هي
بتدور حوالين إن الطفل ده مشتت. فعلشان كده احنا عملنا برنامج من 4 محاور، مش هنشتغل بس على جانب الانتباه والتركيز، ولكن في محاور تانية لازم نشتغل عليها علشان تكون النتيجة حقيقية، ويكون التغيير مش في الطفل بس، يكون في كل البيئة المحيطة حواليه، ويكون النتيجة مستمرة معانا لبعدين، مش الطفل يتحسن دلوقتي ويرجع تاني. آه، اللي عايز تفاصيل اكتر عن البرنامج، احنا عاملين كتيب بنشرح فيه التفاصيل دي، ابعتولنا واحنا هنبعت لكم الكتيب. بعد ما تقروه بقى تواصلوا معانا، وان شاء الله برضو هنقدم لكم الاستشارة مجانية.